السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم وجبة عشاء سهلة واقتصادية، بدون لحوم، بدون أسماك، بدون أجبان، كتجي بنينة بزاف. غادي يحماقوا عليها وليداتكم، وإلا ما كياكلوش الخضرة فهذه فرصة باش توكلوها ليهم بلا ما يحسوا بها. وندوزو مباشرة نحضروها مع بعض. عندي هنايا البطاطا، القرعة خضراء والدنجال قطعتهم مكعبات صغار باش يطيبوا ليا بالزربة، وغادي نضيف لهم التوابل. فعندي الملحه، البزار، الثومه بودره الا ما كانتش استغناو عليها، وعندي واحد 3 المعالق كبارين ديال زيت الزيتون. والفرن راني شاعلاه من الاسفل ومن الاعلى على اعلى درجه. صافي، هنا غادي نخلط الخضره ديالي مع الزيت والتوابل، نوزعها على الصينيه ونديرها في الفران. كتاخذ تقريبا 30 دقيقه. هنايا في مقله عندي بصله كبيره حمراء مشلضه، غادي نضيف ليها زيت زيتون وزيت المائده مع رشيشه ديال الملحه، ونحرك هاد البصله ونخليها حتى تشحر وتعلق. بهاد الطريقه هذه كتضيف واحد البنه رائعه. صافي، هنايا عندي 5 ديال الحبات ديال البيض. البطاطا ديالي راها طابت، شوفوا كيفاش طايبه، والبصله ديالي كذلك. وعندي هنا معلقه كبيره ديال المعدنوس. بالنسبه للكميه ديال هادشي كامل على حسب عدد الاشخاص او لا عدد افراد العائله. هنا غادي نطرب بحال هكا شويه داك البيض. انا ما زدتش التوابل لحقاش الملحه عندي هي هذيك في البصله، عندي الملحه هي هذيك في البطاطا. على داكشي دابا ما زدت حتى شي حاجه، اكتفيت بالتوابل اللي درتهم قبيله. غادي نضيف البصله والربيع على البيض، نخلطهم بحال هكا واحد التخليطه خفيفه، ونضيف عليهم الخضره. تقدروا تحضروها كوجبه عشاء اولا كوجبه غداء، راها كتجي صحيه وبنينه بزاف. في هذا الاثناء كذلك راني شاعله الفران من الاسفل فقط على اعلى درجه، حيت كلشي طايب، خاص غير البيض اللي يطيب ليا دابا، بلا ما نبقاو نقليو في الزيوتات وداكشي. اللهم نديرو كلشي في الفران وناكلو اكل صحي. صافي، هنايا خلطت غير بشويه، راني غير مزربه الفيديو باش ما تعجنش ليا الخضره ديالي. خديت واحد المول ديال الفران، دهنته بشويه ديال الزيت، وغادي نفرغ فيه الخليط ديال البيض والخضره. غادي نسرح بحال هكا الخضره ديالي وندخلها للفران. ما كتاخذش وقت كتير، تقريبا 15 دقيقه كيكون واجد. وصافي غادي ندخلو الفران دابا، وكنحصلوا على هاد النتيجه. الصراحه كتجي رائعه جدا، كتجي بنينه بزاف، غادي تحماقوا عليها. والاهم ان وليداتكم غادي ياكلوها لكم، غادي ياكلوا الخضره، غادي ياكلوا اكل صحي. نتمنى الا جربتوها ونالت اعجابكم تخليوها ليا في التعليقات، وخليو ليا تشجيعاتكم، وغادي نقول لكم بسلام عليكم الى وصفه قادمه.